لو حد كان مكروني يبقى الوصفة دي ليه. بجد بجد فظيعة. انا عايزة اقول لكم ان انا رحت اكلت مكرونة من محل ما طلعتش بالجمال ده. طريقتي سهلة جدا وبسيطة في المكرونة. انا النهاردة عاملة مكرونة وكفتة طالعة خطيرة. وعايزة اقول لكم حاجة، انا شاطرة جدا جدا في عمايل المكرونة، تحفة تحفة تحفة، وبتطلع مش معجنة. وطريقتي سهلة وبسيطة، وتابعوني ويلا هنقول النهاردة المكرونة السهلة دي اتعملت ازاي. في البداية حلة على النار هحط فيها معلقة ملح، عايزة تحطي نقطة الزيت دي، عايزة مش عايزة مش مهم. يعني دي يعني مش هتخلي المكرونة تعجن او ما تعجنش. اللي بيخلي المكرونة تعجن او ما تعجنش نوعها، طريقة تسويتها. بعد ما انت تحطي عليها الصلصة بتاعتك او الطماطم، ده السبب في اللي المكرونة ممكن تاخد سوية زيادة فتعجن منك. ثانيا المكرونة يا جماعة نصيحة، المكرونة لو بتعملوها تتعمل وعلى طول تتاكل. يعني وقت ما تحطي فيها الصلصة على طول تاكليها، علشان تبقى مظبوطة قوامها كويس، تعجبك في الاكل وما تبقاش معجنة. خلاص كده متفقين. طب انا حطيت حلة على النار، واهم حاجة وانتي بتحطي المية والزيت بتاعها تقلبيها. يعني اهم حاجة تقلبيها لان هي بتمسك في بعضها. فبعد ما انت تحطيها والمية كده بتبقى بتغلي، قلبيها كذا مرة زي ما انت شفتي في بداية الفيديو، وهتاكلي اجمل واحلى مكرونة. وعملت البصلة بتاعتي عبارة عن ايه، بجيب الكبة بحط فيها بصلة واحدة. لو انا هعمل كيس مكرونة واحد، يعني انا كيس المكرونة الواحد عليه بصلة واحدة. بحط شوية زيت، ممكن تحطي شوية زيت او مكعب زبدة زي ما انت عايزة، بس طبعا الزيت افضل. ليه؟ لان بيخلي المكرونة بتديها قوام اللي هي تبقى سايبة كده شوية. خلاص. طيب حطيت هنا 3 معالق صلصة او 4 على حسب ما انت بتحبي لونها. انا بحب لون الصلصة بتاعتي غامق، يعني المكرونة بتاعتي تبقى لونها غامقة شوية. وكوباية مية كبيرة كده ما يعادل كوبايتين مية، ده على كيس المكرونة. يعني تحطي 4 معالق حلوين كده كبار. تمام. وهتحطي مع كوبايتين مية، معلقة ملح ودايما اقول في الملح حطي معلقة ملح متوسطة لحد ما تدوقي الطعم. ممكن تزودي ملح، بس بحط مكعب زبدة فيها وبسيبها تغلي كده شوية لحد ايه ما القوام بتاعها، مش هقولك يتماسك، لا تغلي بس كده شوية. معانا هنا كيلو من اللحمة مفرومة، طبعا فيها نسبة دهون حلوة. جبت بصلاية فرمتها فرم حلو جدا، يعني تخليها مفرومة كويس جدا ناعمة خالص خالص خالص. 3 فصوص توم. وبدأت بقى ايه اطحن كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. لازم انا عندي انا مش بشيل بقى مية البصل ولا الكلام ده، لأ. بفرم بقى كله كده مع بعضه يبقى ناعم. بحب استفاد من البصلة كلها بصراحة، ما بقعدش اعصر بقى فيها ولا هي كده ظبطت معايا. احط فيها معلقه فلفل، شويه ملح، بس كده. ده انا دي طريقتي في الكفته. ممكن بقى انت حابه لو انت بتحبي تضيفي اضافات تانية براحتك، بس انا بحبها كده ملح وفلفل وبصل بس، وفصين توم. بتطلع انا عايزه اقول لكم خطيره. اولا هي ما بحطش فيها عيش، هي كده ولا كده انا بعملها بتبقى متماسكه بالطريقه دي. طبعا زي ما انا قلت لكم اللحمه بيبقى فيها نسبه دهون، وانتي بقى بتبتدي. وبرضو اللحمة خدوا بالكم، الكفتة برضو في خطوات مهمة لازم تعمليها وانتي بتطبخيها علشان ما تفكش منك. يعني في كذا حاجة كده. وانا بقى بقليها هقول لكم هتطلع عاملة ازاي وانا بعملها. تمام. طيب انا دخلت فيها كمية البصل كلها زي ما انتم شايفين، لحد ما بقت متماسكة كده وحلوة كده خلاص. جبت عصيان الشيش طاووق. انا هنا حبيت اعملها على اسياخ. ممكن مش شرط، يعني ممكن تعمليها صوابع عاديه جدا، مش شرط الاسياخ ديت خالص، يعني مش شرط. بس هي احلى حاجه فيها اللي بتديها فراغ من جوه، فبتساوي اللحمه اكتر، بتخليها طريه اكتر اكتر. وانتوا هتشوفوا برضو اللي اللحمه سويها طالع ممتاز ممتاز ممتاز. تمام. هنا انا عملت كل الصوابع واحده واحده كده بطريقه سهله زي ما انتوا شايفين. وانا قلت لكم اللحمه يعني هي بتبقى متماسكه طبيعي. ما تحطوش فيها عيش. انا مش فاهمه الناس بتحط فيها عيش ليه لحد دلوقتي. يقولوا لك عشان تبقى متماسكه. طب ما انت ممكن تعمليها وتبقى متماسكه ومش هتفك منك على فكره.
يعني في برضه طرق، كل واحد سبحان الله ليه طريقة، وكل واحد بيحب طريقته. يعني في ناس متعودة تعملها كده، وفي ناس زي حالتي كده لا، انا بحط عليها البصل والفلفل والملح والثوم وبعملها كده. يعني بس سهلة جدا وبتطلع طعمها خرافي خرافي خرافي. بدأت هنا اعمل واحدة واحدة في العصيان بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وبس هكملهم. وبعد كده اهو هبتدي بقى اجهزهم اللي انا للطبيخ بقى. انا هجهزهم اللي هم ايه يبتدوا ايه اطبخهم كده. هنا كان السيخ بتاعي رفيع شويه، فانا اول قلت ايه لا، طب انا ممكن احط اتنين جنب بعض بحيث اللي هي تبقى متماسكه اكتر. زي ما انتوا شايفين هنا انا اعتبر خلاص خلصت، عملت طلعت الصوابع الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. بدأت اجيب المقلايه بتاعتي او الطاسه. حطيت فيها حبه زيت مكعب زبده، سخنتهم كده شويه على النار، وبدأت انزل بالاسياخ بتاعتي على النار. حطيت اهي مكعب الزبده، سبته بس يسيح شويه بسرعه اهو، وهنزل بالاتياخ جنب بعضها. طيب ايه طريقتي؟ ازاي هعمل الكفته وما تفكش؟ يعني ازاي هتعملي الكفته وما تفكش؟ سهله جدا. هتحطي سياخ الكفته في المقلايه، وتفضلي سايباها لحد ما تاخد لون بسيط من تحت. وتهزي كده المقلايه بتاعتك، مش هتبقى لازقه فيها ولا حاجه، وبعدين تقلبيها على الوش التاني. هي طبيعي الكفته لما بتتحط على النار بتكش، ده طبيعي. يعني مهما تبقي عامله الصبع بتاع الكفته شكله عامل ازاي، هي بتكش خلاص. فبيبقى عندك سماحيه ان انت تبتدي تحطي تاني، يعني واحد جنب واحد كده جنب واحد. وهو اصلا العصيان دي لو هي مش موجوده بتاخد طبعا كميه اكتر، واحد جنب واحد لحد ما هي. طبعا انا كل ده على نار عاليه، انا ما وطيتش النار وهي استوت. طبعا زي ما انا قلت لكم اللحمه فيها نسبه دهون برضو مش كتيره قوي، يعني نسبه دهون كويسه عشان تطلعها طريه كده. لو هي ما فيهاش نسبه الدهون، حطي انت من عندك، لو عندك حته ليا، لو عندك حته دهن كده، بحيث اللي هي تديكي الطعم بتاع الكفته اللي بتاكليها بره. خلاص كده انا سبتها لما استوت خالص براحتها، وبقلبها شمال ويمين شمال ويمين لحد ما اخدت لون واستوت وبقت تحفة تحفة. وانا هشيلها دلوقتي. طب بالنسبة للمكرونة خلاص هي كده اخدت سوي، بس مش هتسويها جامد. خدي بالك اول ما تستوي تشيليها من على النار وتغسليها، تنزلي المية بتاعتها بس. مش لازم تغسليها بقى بمية والكلام ده، لا، تنزلي المية بتاعتها بس. وتكوني محضرة الصلصة بتاعتك سخنة بتغلي. بتغلي، عارفين يعني ايه سخنة بتغلي؟ وتنزلي عليها المكرونة وتقلبيها تقلبتين، وتحطي بقى مكعب الزبدة بتاعك التمام كده. يعني يديها يعني تعملي لها دماغ ما معناها. هي في الاول هتحسي ليها مش مديها لون، وبعد كده لما الطماطم تبتدي واحدة واحدة كده تتسبك فيها. هي اصلا الطماطم انت بتديها غلوتين تلاتة وبتفضل لسه مش متسبكة قوي، خدي بالك. في ناس ممكن تعملي المكرونة نص سوا، وتحطي عليها الصلصة، وتبتدي بقى في التقليبة دي شمال ويمين لحد المفروض يعني لحد لما الصلصة تبتدي تختفي، بس مش تختفي اللي هي تنشف. في تريكات مهمة جدا في المكرونة والله يا جماعة، مش اي حد بيعرف يعمل مكرونة وتبقى بالجمال ده، او مش حد يعمل مكرونة. انا مش بشكر طبعا في مكرونتي ولا حاجة ابدا والله، بس مش كل الناس بتعرف تعمل مكرونة. المكرونة بتعجن ده بجد. طبعا انتوا شايفين منظرها، انا مش هقدر اقول لكم اللي هي باينه اللي هي جميله، انتوا شايفين هي عامله ازاي اصلا. بس وجبت صوابع الكفته الجميله بتاعتي، حطيتها كده رصيتها في الطبق وخلاص. شايفين طالعه عامله ازاي؟ وعايزه اقول لكم الصوابع بتاعت الكفته طريه جدا جدا وممتازه خطيره يا جماعه. خلاص كده. يعني عايزه اقول لكم طبق مكرونه مع كفته، او تعملي جنبها لحمه، او تعملي جنبها فراخ. انا بس النهارده حبيت اوضح لكم المكرونه النهارده بالنسبه لي بتتعمل ازاي، لان كانت بالنسبه لي مهمه ان انا اعمل لكم الفيديو ده. وخلاص على كده. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا جماعه؟ والله حاجه كده جميله جميله والله، طالعه خطيره. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم.
ودعولي دعوة حلوة واشتركوا في القناة. مع السلامة.